السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الغديوة ديالي. غادي ندير الكغاطا بالبطاطا والدنجال بواحد الطريقة سهلة وكتجي لذيذة. خليكم مع الفيديو الاخير. كيف العادة ما تنسونيش من لايكاتكم وتعليقاتكم الزوينة اللي كتشجعوني بها دائما. وإلا كانت أول مشاهدة لكم للقناة ألف مرحبا بكم، ضغطوا زر اشتراك وفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. بسم الله على بركة الله. غادي ناخذ هنا كمية من البطاطا، كتبقى اختيارية على حسب عدد أفراد الأسرة. كيف ما كتشوفوا معايا هنا راني نقيتها وغسلتها مزيان. كنقطعها على 4 بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. إلا كانت الحبة ديال البطاطا كبيرة قطعوها على 5 أو لا على 6 على حسب الحجم ديال البطاطا. أنا هنا عندي شي بطاطات صغار قطعتهم غير على 4. صافي كنضيف عليها كمية من الماء شوية ديال الملحة وكنوضعها فوق البوطة حتى كتغلى. من بعد ما كتغلى كنحسب ليها واحد 5 دقائق، عاد كنطفي عليها كنسلقها نص سلقة. خديت هنا حبة ديال البصلة اللي قطعتها، حكيت معاها فص ديال الثوم، كنشحرها مع شويه ديال الملحه حتى كطيح ليا ديك البصله. كنضيف ليها الكفته، ديروا الكميه اللي بغيتو ديال الكفته. كنحاول نفتتها باش ما كتبقاش مجموعه. كنضيف راس معلقه ديال الابزار، شويه ديال الكمون وشويه ديال التحميره فلفله حمراء. الا عندكم التوابل ديال الكفته اولا ديال اللحم ضيفوها حتى هي كتجي زوينه. صافي كنخلط هاد العناصر مزيان. كنزيد عليها 2 حبات ديال الدنجال مشوي اللي شويته من قبل، شويه ديال المعدنوس. هاد الاكله راه كتجي لذيذه وسهله في التحضير، دغيا كتوجد بالنسبه للناس هكا اللي كيكونوا خدامين وبغاو شي حاجه خفيفه، راه دغيا كتوجد بسرعه ما كتاخذش منا بزاف ديال الوقت وفي نفس الوقت كتجي لذيذه. ضفت هنايا شويه ديال الزعتر، الا عندكم الاعشاب المنسمه حتى هي زيدوها كتجي زوينه. بالنسبه للبطاطا هنايا صفيتها من الماء، ضفت ليها شويه ديال التحميره، بودره ديال الثوم والابزار، الملح انا درتها من قبل، وشويه ديال زيت الزيتون. كنفرشها في اللاطه ديال الفران، كنكون مسخنه الفران من قبل. صافي كنخلطها مزيان حتى كيتلبسوا ليا هاد التوابل مزيان، وكندخلها الفران كنكون شاعله عليه من الفوق ومن التحت. انا من بعد ما خرجتها من الفران غادي نستها في هاد المول، دهنته بشويه ديال الزبده، كتبقى اختياريه ماشي ضروري، غير انا بغيت ندهنو. كنستفهم بهذا الشكل هذا، راه كتجي فيها واحد البنه رائعه، جربوها اكيد غادي تعجبكم. كنضيف عليها الفرomاج ديال الساندويتش قطعته، الا ما متوفرش لكم ماشي ضروري. كنضيف عليها الكفته مع الدنجال اللي صاوبت معاكم. كنقادها بهذا الشكل هذا، وكنضيف لها من الفوق فرomاج موتزاريلا او فرomاج احمر حتى هو كيجي زوين. وكندخلها الفران غير كيذوب داك الفرomاج، وكنخرجها لان كلشي طايب، البطاطا الكبته.
دايما بعد ما خرجتها من الفران كيف ما كتشوفوا راها جد سهله، كتوجد بسرعه، ما فيهاش بزاف ديال المكونات، والاهم من هادشي انها كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى وصفه اليوم تكون نالت اعجابكم. شكرا لكم على المتابعه وعلى الدعم ديالكم ليا. خليتكم على خير، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.